طيب بنكمل مع حضراتكم في صباح القاهرة. والعالم بيحتفل باليوم العالمي للأرصاد الجوية، وده يوم بيؤكد على أهمية علم الأرصاد الجوية في حياتنا اليومية، من توقع الطقس لحماية الأرواح والممتلكات لحد مواجهة التغيرات المناخية المختلفة اللي بقت تحدي عالمي كبير. يمكن حضراتكم كلنا متابعين اللي بيحصل فيه، الأجواء المختلفة، والأجواء ما بقتش زي ما احنا كنا عارفينها قبل كده، وده واضح جدا الأسبوع ده واليومين اللي فاتوا والفترة اللي جاية إن شاء الله. خلينا نعرف أكتر بتفاصيل مهمة جدا من خبير الأرصاد الجوية ورئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق دكتور أحمد عبد العال اللي منورنا النهارده. دكتور أحمد أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب وبخير. اهلا يا استاذ احمد بحضرتك والساده المشاهدين، كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك ومصر طيب وكل المصريين حكومه وشعبا بخير وسعاده يا رب دايما. يا رب. ليه تم تخصيص يوم عالمي للأرصاد الجوية؟ ده كان بدأ الاحتفال بيه في سنه 1961 تخليدا لانشاء المنظمه العامه للارصاد الجويه اللي نشأت في سنه 1950، وهي منبثقه من الامم المتحده. مهم. طيب واحنا عندنا مش في شعار للسنة دي ولليوم ولا لا؟ كل سنة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتختار موضوع معين يعمم على جميع هيئات الأرصاد الجوية في العالم للاحتفال به والبحث فيه. السنة دي اختاروا موضوع نرصد اليوم لحماية غدا. مهم. فده كان برضو من المواضيع المهمة جدا اللي اختارته الهيئة الأرصاد الجوية للاحتفال بهذا العام والتباحث فيه على مستوى العالم كله. يعني الجملة دي نرصد اليوم لحماية غدا ممكن تودينا لسؤال أعم وأشمل شوية. الناس ممكن تسأله هو إيه هو أهمية علم الأرصاد الجوية في حياتنا؟ شوف حضرتك الأرصاد الجوية يعني مداخلة في كل علم من علوم الحياة، لأن النهاردة مع التطور الحادث دون في التكنولوجيا، لو ما دخلش علم الأرصاد في حاجات كتير جدا من هذه العلوم ممكن إنها ما تستكملش التطور بتاعها، سواء خاصة في عالم الطيران، في سواء البحري أو سوري سواء الجوي أو العسكري المدني أو العسكري، مهم. سواء في البحرية، سواء في الزراعة، الري، السياحة، في كل العلوم اللي يمكن لدرجة أقول لك حضرتك في القضاء. يعني طبعا ناس كتير جدا تقول لك طب الأرصاد تختار يعني في مم. القضاء تعمل إيه إيه في علاقتها؟ القضاء؟ آه. علاقته بالقضاء. يعني هدي لك مثل بسيط جدا، كان حتى يعني حصل كتير وأنا ماسك هيئة الأرصاد الجوية إن بيحدث، انا اسف، بيجي مثلا مقاول، هديك حاجه صغيره بدل الجنايات، برضه في جنايات موجوده، بيجي مقاول بينقطع عن العمل اللي هو مثلا متعاقد مع شركه معينه او هيئه معينه بيعملوا مهم. شغل، انقطع. ايه اللي حصل؟ ما بيرفع عليه قضيه، بيقول لك ان حاله الجو كانت لا تسمح ان انا استمر في العمل. بيبعت القاضي يسال هيئه الارصاد الجويه الجو كان في شكله ايه في التوقيت اليوم ده. دون، في التوقيت دون، فبنديله الحقيقه وبناء عليه بيتم الحكم ده اذا فعلا. كان فعلا يستمر ولا لا. أها. ايضا لو مثلا خلينا نقول لو في جنايه، واحد بيجي يقول لك انا مثلا شفت القاتل في الحته الفلانيه، شفته كويس جدا مش عارف ايه، وبعدين يبعت ارصاد يقول له مثلا اليوم ده كان فيه ضباب فيبقى شفته ازاي. يعني مم. شغل مم. الارصاد داخل في كل حاجه، وفي في العالم كله، مهم. في كل الاعمال بيحتاج الارصاد الجويه. طيب ازاي التنبؤات بالارصاد وتنبؤات وتوقعات احوال الطقس بتاثر على حياتنا اليوميه بشكل اساسي؟ شوف حضرتك، انت متخيل حضرتك ان انا خليني ناخد الفرض الاول بعدين نتكلم على جهات عمل. مهم. الفرض مثلا لو انا ما قلتليش لحضرتك، لو ما عرفتش ان النهارده الدنيا هتمطر، بتنزل او الدنيا هتبقى ساقعه قوي، مم. تنزل بلبس خفيف، طبيعي ان هاخد برد، فتتفاجئ او تفاجئ صحيح بقى صحيح. ببرد وتفاجئ بامطار فانت لما بتسمع النشره وبتعرف الارصاد بتقول لك النهارده في امطار، في رياح، اصحاب امراض جهاز تنفسي خلي بالك، ما لو نزلت لازم تلبس كمامه، مش عارف. يبقى انا بحمي. الوقايه خير من العلاج. الوقايه دي هي شغل الارصاد مم. الجويه، ان بتعمل وقايه للافراد قبل ما يحدث اي امراض. اما بالنسبه للاعمال، لما تيجي مثلا الزراعه باجي اقول له الفصل دون او الايام دي بيبقى الجو فيها بالشكل الفلاني، هو بيختار بقى المحاصيل اللي تناسب الجو دون. كذلك السياحه، لما اجي مثلا في وقت سياحه،
دلوقتي ده كويس جدا في الحته الفلانيه، تبدا وزاره السياحه تعمل دعايه في الوقت دون. يعني شوف حضرتك، متداخل في كل شيء. متداخل في كل حاجه. صحيح صحيح. طب ازاي ممكن نحمي الارواح والممتلكات من الكوارث الطبيعيه ويبقى الهيئه ليها دور في ده؟ دي اساس انشاء هيئه الارصاد الجويه، مم. او عملها الاساسي هو حمايه الافراد والممتلكات، سواء الخاصه او العامه. النهارده لما باجي اقول لحضرتك النهارده في رياح شديده، واحذر بقى ما تقفش تحت لافته اعلانيه، ما تحطش العربيه تحت شجره، يبقى انا ايه؟ انا مم. كده بحمي الافراد وبحمي ممتلكاته. صحيح. اني لما اقول له وبقول له مسبقا، بديله وبقول له تنبيه مسبقا، مسبق. ده انا بقول له قبلها على الاقل ب 72 ساعه، وبعدين ارجع اقولها له قبلها ب 48 ساعه، وبعدين مم. قبلها ب 24 ساعه، عشان احذره. لاني ببقى خايف ان هو لو وقف مثلا تحت لافته والهواء شديد ممكن تنزل عليه. فطبعا لا، دي مهمه قوي قوي، ودي من اساسيات عمل الهيئه العامه للارصاد الجويه. طيب عندنا كمان جزء مهم جدا، ان هو هل المناخ بيتغير؟ احنا شايفين دلوقتي تغيرات كتيره جدا بتحصل، او شايفين تغيرات في حاله الطقس، لكن بشكل عام فعلا في تغيرات حصلت؟ التغير المناخي حادث على مستوى العالم بقاله فترة كبيرة جدا، العالم كله حاسس بيه. مم. مفيش دولة في العالم، القارات كلها حست بهذا التغير في المناخ. شفنا في بعض الأوقات في أماكن حصل فيها تصحر، حصل فيها جفاف، في أماكن تانية حصل فيها سيول، حصل فيها أمطار غزيرة جدا، فيضانات، حصل انهيارات، حصل في أماكن تانية حرائق في الغابات. فكل ده هو ده التغير المناخي، او اسباب او اثار التغير المناخي. فالعالم كله شاف هذا التغير المناخي وتاكد منه، واحنا شايفينه في مصر. يعني احنا شايفين صحيح. في مصر في حاله ان الطقس حاله تحديدا. الطقس اليومي. لما تيجي نشوف مثلا من 10 سنين، هل هو ده كان الجو الطبيعي بتاع مصر؟ لا طبعا ما كانش ده الجو الطبيعي. اسال اي حد متابع هيقول لك لا، ما كانش الجو في الصيف بيبقى كده. الصيف في مصر اصبح الرطوبه تماثل رطوبه الخليج، فده تغير كبير في المناخ. وبعدين التغير المناخ مش جديد، احنا لو رجعنا لايام سيدنا يوسف، 7 سنين العجاف، ما هو ده تغير مناخي. مم. يعني فلا، التغير المناخي موجود. طب ايه المؤشرات يا دكتور اللي لما بتحصل بتبين ان احنا عندنا تغير مناخ، او احنا داخلين على تغير مناخ جديد؟ القياسات. مم. يعني انا ببدا اقيس، والبيانات المتخزنه في هيئه الارصاد الجويه من سنوات، يمكن اكتر من 100 سنه، بتبدا تقارن بيها. يعني الربيع هذا العام شكله ايه؟ يعني بنعمل قياسات، لا في المفروض ان الربيع الجو لطيف، وان حتى الشعراء بيتغنوا فيه ومش عارف ايه. طب نبص نلاقي لا، ده بقى فيه امطار غزيره، ما كانش فيه قبل كده امطار. كان بيمتاز بان يبقى فيه مثلا رياح الخمسين، طب ما مش موجوده، يبقى ده تغير. مم. فبنبدا نقول حصل فعلا تغير في الفصول، حصل تغير السنه دي اكتر من السنه الماضيه. ودرجات الحراره نفسها بنبدا نعمل قياساتنا ونشوف القياسات السابقه. حتى الهيئه المنظمه للارصاد الجويه قالت ان بقالنا مثلا من سنه 2021 كل سنه تقول لك السنه دي اعلى درجه حراره قيست عن السنوات السابقه. مم. تيجي السنه اللي بعديها لحد ما وصلت 26 قالت لك دي اعلى درجه حراره، وانا متوقع اللي في 27 و28 بتزيد و30 هتزيد ونسجل رقم جديد. هتزيد، لان العالم في بعض منه، خاصة الدول الصناعية الكبرى، لا تهتم بالحفاظ على عدم ارتفاع درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة، مع أنها هتؤدي إلى كوارث غير طبيعية في العالم كله. يعني احنا بداية فصل الربيع بدأ في مصر، ولكن اللي احنا شايفينه دلوقتي ده مش ده الربيع اللي كنا بنشوفه قبل كده. ده كل واحد في مصر شايفه. اه. فده يدل على ايه؟ ان في تغيرات ان في مناخية تغير حقيقية. مناخي. يعني احنا كنا بنبدا الربيع، ما اقول لحضرتك كانوا بيتغنوا بيه. مم. النهارده في بدات تبقى في امطار، في درجات حراره منخفضه صحيح. عن الطبيعي. مم. مم. فده واضح ان برضو من ضمن الدول اللي مصر اتاثرت بالتغيرات متأثرة بيها. صحيح. المناخيه بطريقه واضحه قوي صحيح. للناس العامه حتى. عندنا سؤال مهم جدا الناس كتيرة بتسأله، ازاي الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتشتغل على مدار اليوم؟ شوف حضرتك، احنا عندنا على مستوى مصر كلها، مستوى كل المحافظات، حوالي 103 محطة. المحطة دي كل ساعة بترصد
عناصر للرصد، وهي الرياح، اتجاهه وسرعته، الظواهر الجويه، الرؤيه، الحراره، الرطوبه، الضغط. بتبعت في على كل رأس ساعة، نبعت تقارير. التقرير دون، تجمعه هيئة المرصاد الجوية، ثم تبعته ل بنك المعلومات الخاص بالارصاد الجويه اللي بتحدده المنظمه للارصاد الجويه في مثلا افريقيا، في 3 في الجزائر، نيجيريا، جنوب افريقيا. احنا بنبعت الداتا بتاعتنا دي كلها، يبدا هو يرد علينا ببيانات العالم كله. نبدأ اللي بدخل ده على الكمبيوتر يتم توقيعه على الخرائط، البيانات دي كلها، ثم تتحلل، تبدأ تعرف بقى الكتل الهوائية اللي موجودة حواليك. مع الدراسات بالنسبة للأخصائي الجوي، بيبقى الدراسة بتاعته في الفيزياء وكده، فبيبدأ يعمل حساباته الكتلة مين اللي هتدخل عليك. طب الكتلة دي السمات بتاعتها ايه، فيها امطار، فيها حراره، فيها، فبيبدا من هنا يبدا يعمل حساباته ده، انه يحسب الكتله دي هتدخل بعد قد ايه، وهتقعد قد ايه على مصر، والسمات بتاعتها ايه، فتقدر يعمل النشر بهذا الشكل. فهي فكرة التوقعات هي مبنية على أرقام وحقائق سابقة للتوقع اللي احنا بنقوله. بالظبط كده، مع الدراسه الفيزيائيه للكتل الهوائيه، مع طبعا صور اقمار الصناعيه يعني في شغل كتير قوي، وعندنا اجهزه حديثه كتير جدا. فبينتج عنه ان احنا شايفين ان تبدا الرياح دي تبقى شايف هتتحرك فعلا، مثلا تبقى شايف انت بسرعة كذا عارف في ان اتجاه الكتله كذا. دي هتتحرك، مين اللي انت هتيجي عليك، لانك انت ممكن يجي من الشرق، من الغرب، من الشمال، الجنوب. فتبدا من دراسه الاخصائي للعلوم الفيزيائيه، بيبقى عارف كويس قوي مع حساباته، لانه طبعا بيبقى خريج رياضيات ايضا، بيبدا يعمل حساباته ويقدر يقول لك فعلا انهي كتله امتى هتدخل على والساعة مصر كام. وامتى، وده كده مش مرتبط بالرصد داخل مصر فقط، ده هو مستوى موضوع العالم جلوبال، هو كله. على مستوى العالم كله، لان بس احنا بندرس المنطقة كلها في نفس بالظبط كده، التوقيت. لانك انت الغلاف الجوي او الكتل الهوائيه لما تيجي تتحرك ما لا تعرف حدود. اها. يعني هي جايه، مش هتيجي معايا عند مصر تقف تستنى ناخد فاحنا لازم نعرف لو تاشيره. جاية من ناحية فلازم الغرب نعرف بقى وجاية من ايه، ناحية الشرق لازم ادرس كل الجهات، الكتل صحيح. الهوائيه الموجوده في كل جهه، ومين فيهم اللي هتدخل عليا، وطب هي الكتله دي طب سماتها الفيزيائيه ايه، عشان اقدر اقول الجو اقول هيبقى شكله. التوقع بتاعي. يعني كان مهم حضرتك تشرح لنا في نهايه لقائنا دي، كانت فكره لطيفه جدا ان احنا نعرف ازاي بيتم عمل هيئه الارصاد الجويه، وازاي الموضوع بيبقى تقريبا بنسبه كبيره جدا جدا صحيح وحقيقي، لان هو مبني على دراسات، مبني على ارقام حقيقيه، ومبني على معلومات جايه كمان من الدول المجاوره لينا في الاساس، صح كده؟ اكيد طبعا. شغل الارصاد الجويه من الاعمال الجميله قوي صحيح. والمهمه جدا، لانها بتعتمد على علوم الرياضيات والفيزياء ودراسه الكمبيوتر. فكل دون يعني ما هياش حاجه كده مش بنتوقعها توقعها كده، لا، هباء ده يعني. طبعا كله علم. صحيح. فبناء عليه الحمد لله احنا يعني بقالنا اكتر من 10 15 سنه النشرات الجويه المصريه الحمد لله وصلت صحتها الى 100%. يعني الحمد لله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور احمد عبد العال، رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه السابق والخبير خبير الارصاد الجويه. شكرا جزيلا يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا وحضرتك طيب، وكل المصريين بخير وسعاده باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. يعني في بدايه الحلقه قلت لكم ان احنا عندنا اكتر من خروجه باسعار مناسبه